السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. تعادل مثير بين البرج والصفاء بكأس الاتحاد اللبناني. تعادل فريق البرج والصفاء بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب أمين عبد النور في بير حمدون ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد اللبناني. ورفع البرج رصيده إلى نقطتين في المرتبة الثانية، في حين حصد الصفاء النقطة الأولى متزيلا ترتيب المجموعة. وبهذا حسمت مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد، حيث يلتقي العهد بالنجمة والريسينغ ضد الأهلي بطنجة. وكان الشوط الأول مثيرا، حيث افتتح الصفاء التسجيل في الدقيقة 42 عبر جورودي برون بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس علي حلال. ومع انطلاق الشوط الثاني عزز البرج هجومه، حيث كثف هجماته على مرمى هادي مرتضى، إذا طالب زين طحان بركلة جزاء للبرج في الدقيقة 83، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي أخطاء. وسجل حسام اللواتي هدف التعادل للبرج في الدقيقة 95 إثر ركلة عرضية من أبو بكر الملا، حولها خضر جلاك إلى حسام اللوتي الذي وجهها برأسه داخل الشباك. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى ينال إعجابكم، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.